علينا يا هاني، والله هتوحشينا قوي قوي. ما عارفاش ليه يا هاني، قلبي خايف عليكي من مصر. ما باليد حيلة يا خال، على فص عيني فرقتكم، لكن اعمل ايه؟ ما بقاش ليا اهل ولا قرايب في الصعيد. ايوه يا نضري، بقيت وحدانيه فرضانيه من يوم الشوطه ما جت في العيله وجرت واحد ورا التاني. ما بقاش قدامي غير السفر لمصر. ما فاضليش في الدنيا غير جاسم بيه ابن عم ابوي. هسافر مصر اعيش في بيته، ربنا يعمر بيته. ربنا يريح بالك ولا تنحرم الارض من رنة خالي ان شاء الله. يا بهي حراسي على الجفه مليح لحسن الوزه تفط كده ولا كده. من عينيا حاضر. انتوا هتسافروا على وابور الساعه 12. هناخد الوابور الظهريه، وعم جاسم بيه هيستنانا على محطه مصر. العربيه يا ست هاني، العربيه جات. حرصي على نفسك يا هنا من اهل مصر، دول بيضحكوا على العفاريت. اوعي تضحك على عجلك واحده من نساوين مصر اللي بينجرشوا وشهم بالابيض والاحمر وتعملي زيهم. وانا وش كده؟ ابقي خلي بالك من ستك هنا يا بهي، دي لسه صغيره وعمر رجلها ما حطت بره البلد. تسلم عينيكي، مع السلامه. طريق السلامه. خلي بالك من الحسين بالسفره فاطمه النبويه. مدهش المايو البكيني ده، ستري جوليه. هو فعلا جميل خالص. يا بوي، اول ما ارجع مصر هشتري واحد زيه، هيبقى عليا جناح. جني لما يجنك، الوليه دي مخها طاقك صح. التخينه دي هتلبس الزعترون ده كيف؟ علمك مصر هي نعمان يا ست هاني. قلبي عم بيفط وينط. هيفط وينط من الفرحه يا ستي. لا يا بهية، عقلي عم بيقول يا ترى يا ترى هنعيش في مصر كيف؟ اهلها بيضحكوا على عفاريت وستاتها منقرشين زي اللي قاعدين دول. ما تخافيش يا ست، جنبي قلبك، اتكلي على الله وعليا. وكمان هنعيش في بيت لا اعرف ولا مولف عليه. ده بيت ابن عم ابوكي زي بيت المرحوم والدك تمام. ده الوصى عليك يا ست هاني. مش يمكن يتضايق من سكنتي معاه؟ يتضايق؟ ده لا متجوز ولا عنده ذريه. ده انت هتنوري له البيت، ده هيفرح بيك صح. ده زمانه دلوقتي مفتوح على المحطه من صباحه ربنا. ان شاء الله يا بهية، ان شاء الله. بهية قومي، عمي جاسم بيه، قومي. سلامات يا عمي. ايش حالك يا سيد؟ اتأخرت شوية عشان كان عندي شغل. الحمد لله اللي ربنا طمن قلبنا عليك يا عمي. وايه البلاوي اللي انتوا جايبينها دي؟ دي وزة مرباي جبتها معايا لحضرتك هدية يا عمي. ليه؟ مفيش في مصر وز؟ فيها لكن وزها مسلوع، لكن دي مزغطاها ومسميناها مخصوص عشان خشمك. خشمي؟ ايه عشان خشمك. طب اتفضلوا. يلا. دستور يا جماعة. عصا من بركة ان شاء الله. عندك انت وهي عندك. روحوا نضفوا رجليكم قبل ما تخشوا الشقة. حاضر يا عم. بتعملي ايه؟ في على الباب ممسحة علشان تنظيف الرجلين. حاضر يا عم. يلا يا بهي. حاضر يا سيد. ما تخلصينا بقى انت وهي. حاضر يا عم. تعال يا بهي. حاضر يا سيد. يجعل عامر بحسك يا عم. ربنا يزيدك من نعايم يا سيد. فتح يا عسل. لو كان ده انكسر كنت كسرت دماغي. مش تفتح يا بهي. حاضر يا سيد. ايه ده؟ شيل الارض ده من هنا، شيلي وزتك وشيل الشنطه. روحي ريحي البلاوي دي في المطبخ. شيل يا بهي. حاضر يا سيد. الباب هناك اهو. واذا كنتوا عايزين تاكلوا في اكل في المطبخ. كتر خيرك يا عم. لما تخلص الزوادة اللي جايبينها معانا. زواده؟ زوادة فضلة خيرك. مشي وملوحة وعيش زلوط وشلولو. شلولو؟ ايه؟ تربي الشلولو ده حاله في صفيحه الزباله، انت فاهمه؟
الستاره اللي على وشك دي. حاضر. قدامك كده؟ بلاش خليها. انا خارج. حاضر. بعد ما تاكلوا تغسلوا ايديكم في المطبخ. حاضر. في المطبخ. وتطفوا النور، عارفين النور بينطفي ازاي؟ عارفين. ندوس على الزر كده يطفي وكده يلعلع. يلعلع؟ ايوه. الاوضه دي انت هتنامي فيها. حاضر. وبيلعلع النور زي ما انت عايزه. النداهه بتاعتك تنام في المطبخ. ايه البلاوي اللي حطيت عليا دي؟ وانت من اهله يا عم. خزر كده؟ ده التلفزيون اللي هيقولوا عليه. فيزيون انت كمان، دي ساعة مخبلة ساعة. يا بوي قبل ما بشوف ساعة من غير كتين. ساعة فرنجي تدق الساعة والنص والربع. وده كمان. دي ساعة بتدق بالعصفور. ايه حصل سبعات؟ عملت ده مظبوط قبل. احنا بيستهلك ساعة ثالثة في عوزي. الحاجة ما هي الحاجة حلت لي. حلق اهو. صدقني يا شيخ مفيش حد هنا اسمه جاسم، يعني مفيش حد هنا اسمه جاسم. وانا بقول لك انه قاسم بيه هنا في العماره دي، وكل الخلق وصفوها لي، وادي العنوان مكتوب اهو، مكتب الافوكاتو قاسم بيه. تعال يا ابويا، انت عايز مين؟ الافوكاتو قاسم بيه مكتبه هنا، والبواب راسه 1000 مركوب مش عاوز يدلنا عليه. طب بس هدي اخلاق. انا يا سيدي اللي بتدور عليه، لكن البواب معذور. اصل ما حدش هنا بيندهلي باسم قاسم. قاسم دي في البلد بيندهوني قاسم على اسم سيدي ابو القاسم، لكن اسمي في شهاده الميلاد جلال، وبينادوني هنا في مصر الاستاذ جلال. فهمت؟ يعني حضرتك قاسم بيه؟ ايوه انا قاسم بيه. من شفطوره مركز بهجوره. من شفطوره مركز بهجوره. بالجوده يا ولد العم. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. اي خدمه يا فندم. وولد محمد. ماله محمد؟ عاوزك تتوسط له يخش الجامعه. هو خد التوجيهيه امتى؟ وتوجيهيه ليه عادي يا ابوي. عشان يخش الجامعه. والاعداديه ما تنفعش واصل؟ لا ما تنفعش واصل. امال الاعداديه يخش بها اياه؟ يدخل بيها الخنكه. والخنكه دي مليحه؟ مليحه قوي، ومجانا وداخليه كمان. مليح. اتكالنا واعتمادنا على الله. اتوسط له عادي يا ابوي. من غير واسطه. انت بس تاخده وتروح وياه، وانتوا الاثنين هتدخلوا ان شاء الله. متشكرين قوي يا ولد العم. العفو. اتفضل قهوه. وقت تاني بدي الحق القطر. سلام عليكم. مع السلامه. سلام. بس يا سيدي هذه كل الرسوم. مساء الخير يا استاذ. اهلا عبد الله. صح. اهلا استاذ جلال. الحمد لله. اهلا ست منيره. يا سيدي الأستاذ الحالي، ده أنا موروثة في مكتبك ورطة مانيش قدها. ايه يا معلمه حضرتك؟ المتر
عندك مغلبني، ما هوش راضي لا يحل ولا يربط. ايوه طبعا، الاعلان الشرعي وكافه المستندات هتكون جاهزه قبل الجلسه ان شاء الله. مع السلامه. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء الخير يا استاذي. انت مزعل المعلمه ليه؟ بتشتكي منك. ليه بس يا فندم؟ ده انا حتى فهمتها كل الموضوع. فهمتني ايه يا اخوي؟ ده انا جيت اكلمك رحت لون وجيت لون، وعرقك بقى مرقك، ريقك نشف يا حبة عيني. هو انت عمرك ما طليت في وش ست؟ عمرك ما لغيتش حريم؟ ايه الحكايه يا استاذ احمد؟ ابدا والله يا فندم، دي اصلها. اصل ايه يا متر؟ خد بالك مني كويس، ده انا زبونة مكتب 10 سنين، لكن الحق مش عليه، الحق على المتر الكبير. اصل الزبون اللي بيقدم هنا بيحولوه على المساعدين. لا يا منيره هانم، استغفر الله، هو احنا نستغنى؟ اتفضل استريح. الاستاذ احمد هيشوف اللازم. استاذ احمد. ايوه فندم. ارجوك تاخد منها المعلومات اللازمه. حاضر. وانا هباشر القضيه. عن اذنك يا منيره هانم. اتفضل يا جلال بيه. استاذ جلال. ايوه. أمينة هانم مستنية حضرتك جوه، بقى لها يجي نص ساعة. أمينة هانم؟ أيوه. طب أي حد يسأل عليا أنا مش موجود. منى يا حياتي، وحشاني موت. لا لو كنت وحشة كنت سألت عليا. ما أنا خايف أسأل عليكي في التليفون ورد عليا السبع. ما تخافش خلاص اتطلقت. طلقتي؟ امتى؟ النهارده الظهر. مش ده اليوم اللي كنت مستنيه؟ فعلا دلوقتي نقدر نعيش على حريتنا ونعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات. لا نخلف صبيان وبنات لا، انما نعيش في تبات ونبات اه. الله، احنا مش هنتجوز؟ وليه نتجوز؟ ما احنا عايشين كويس من غير جواز كده. هترجع في كلامك ولا ايه؟ انا طلقت عشانك. فهميني بس، انا ما اقدرش اتجوز دلوقتي، في ظروف تمنعني من الجواز. يعني مش عايزني؟ مش عايزك، ده كلام تقوليه يا منى. ده انا عايزك وما اقدرش استغنى عنك ابدا، انما اعوزك حاجه والجواز حاجه تانية. امال كنت بتحبيني ازاي وواخدني وانا متجوزه؟ خليكي معايا، اصل العيشه الجواز دي ما بتدومش ابدا واديكي جربتيها، انما العيشه اللي من غير جواز هي اللي بتدوم للابد. يا مجرم يا سافل، انا الحق على قد صدقتك. افهمي بس، افهميني. انا مش ممكن اعرفك بعد كده، انا الحق على قد عرفتك يا سافل يا مجرم. روح يا شيخ منك لله. وسارة. الو ميرفت، انت فين يا جميل؟ 10 ايام ما سمعت صوتك الحلو. والنبي ايه صحيح قلبك قايد نار. طيب يا نونس، الليله وبكره وبعد. ايه الحكايه؟ اوعى تكوني اتطلقتي من جوزك. مالك اتسرعت كده ليه؟ ده مسافر في مأمورية. هو في ست عاقلة تتطلق من جوزها؟ ده حلال، هلاقي زيه فين؟ ربنا يخليه لنا. لا عندي لا، اصل يا ستي هبة رياح جنوبية ملت الشقة، قفف وزنابيل ووز وشلولو. ايوه شلولو شلولو. اضيف بوني من العزبة. عشان كده انا هاجيلك البيت بعد نص ساعة، هكون عندك. اهلا رفار يا روحي. ورجعت. اهلا يا احمد. عملت ايه فضيلة المعلمة؟ يا استاذ دي بتتكلم بالعين والحاج. وماله؟ افرض. تصور حضرتك بتقول لي تعالى لي البيت عشان ندرس القضية سوا. وفيها ايه؟ روح لها. اروح لها فين؟ البيت يا حبيبي البيت. استاذ دي ست ملعب قوي. اوه يا احمد، هو احنا هنتجوزها؟ في الحقيقة انا ما بعرفش اتفاهم مع الصنف ده خالص. والله لا الصنف ده ولا غيره. انا نفسي يا احمد العقدة بتاعتك دي تتحل. وعلى فكرة انا عندي قضية هدرسها النهاردة، هتأخر فيها طول الليل. طب هتيجي المحكمة على طول؟ ضروري جاي، بس اذا كانت القضية متقدمة خليهم يأخروها لي في الرول. رد. ايوه توصل هانم. انا مش هنا، مسافر في قضية 3 ايام مش هرجع. والله يا فندم هو مش هنا.
مسافر في قضيه 3 ايام وهيرجع. عشان بحبك. كذاب كذاب كذاب. جرس الباب. الله، يا ترى مين اللي هيجي الساعة دي؟ أهلا جود يا حبيبي. يا نهار اسود. وحشتني يا حبيبي. ايه المفاجأة الجميلة دي؟ غريبة، عمرك ما قابلتيني مقابلة حلوة بالشكل ده. انت مش كنت هتقعد في طنطا 3 ايام؟ والله يا حبيبتي انا ما اقدرش ابعد بعيد عنك، انا بمجرد ما نهيت الشغل بتاعي ما قدرتش اقعد للصبح فخدت عربية وجيت. ألف حمد لله على سلامتك. ما تتصورش قد ايه انا كنت مشغولة عليك. يا ترى بياكل ايه؟ بيشرب ايه؟ بينام ازاي؟ وحياتش عندك يا حاج، ما تبقاش تسافر بالعربية، ابقى سافر في القطر احسن. ها؟ يا حبيبي يا حمدي. حبيبتي. يا روحي يا حياتي. يا حبيبي يا حمدي. اللي تذوق. البيت بقى زريبة يا بهايم. يا ألطاف الله. وطي صوتك لا تصحى. هتسكت ولا رقع لك سدادك؟ طب ما تزعليش، حقك عليا. العلاقة خليها رايحة في النار عشان اعرف اتفرج. ادي الايدين اللي بتوكل الوز. يا بخت الوز. مين؟ عم كاسم ده؟ صح النوم يا حلوة. صح بدنك يا عمي. ايه اللي خلاكي نايمة هنا ما نمتيش في اوضتك ليه؟ كنت مستنظراك يا عمي. ساعتك كده 11 وبعدين نص، بعدين 12 وبعدين نص، بعدين غلبني النعاس، غمضت عيني ورحت. كنت مستنظراني ليه يا حلوة؟ عشان اقع في عرضك واحب على ايدك. ليه؟ حصل ايه؟ البلاص خلص مين؟ اللي كان هنا هنا ماله؟ دقيته غصب
عندش. فداكي مليون بلاص. يعني انت زعلان يا عمي؟ يا ريت تكسري كل يوم بلاص علشان تستنظريني. قومي بقى لما انيمك، قومي. يلا يلا يا ستي، يلا تعالي تعالي تعالي. هنام فين؟ في اوضتي. حضرتك فين؟ في اوضتي. وانا فين؟ برضه في اوضتي. وحضرتك فين؟ الله، قلت لك في اوضتي. احنا الاتنين في اوضتي. اوضتك كيف يا عمي؟ علشان خاطر افضل صاحي جنبك. اللحاف طياره الهوا هغطيكي، وطلستي اسقيكي. يا بوي، ده انت كبير القلب قوي يا عمي. ضمة لو كانت عايشة ما تعملش كده. امك مين؟ تعالي تعالي. لكن انا ما اقدرش انام في اوضتك يا عمي. ليه يا ستي؟ انا ليه روحي انا؟ ودكونا في الصعيد ما يصحش الحريمات ينام مع الرجال، ينام في اوضتي يفضل صاحي. انا تصبح على خير يا عمي. وانت من اهله. مش هتيجي تفطري معايا؟ بدي تيجي يا عمي، المقامات محفوظة. خلي المهمات على جنب وتعالي اقعدي جنبي. ما يصحش وقت. ما يصحش ليه؟ انت مش قريبتي؟ صح. مش بنت ابن عمي؟ صح. خلاص اقعدي. ده انت نورت عليا البيت. اسلم خشمك يا عمي. لا، ما اسموش خشم، ده اسمه بق. يسلم بقك يا عمي. لا، بق بق. بق. اهو كده. يسلم بقك. وهاتي بق ميه، اديني بوسه من بقك. عرفتي بقى ده اسمه ايه؟ بق. قوليها مرة تانية عشان ما تنسيهاش. خلاص حفظتها يا عمي. وده؟ شعب. وده؟ وده؟ شلازين. طب ودول؟ الله 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 الله. انت بتعيطي ليه يا حلوة؟ انت زعلتي من كلامي؟ لا لا لا، مالكيش حق ابدا. انا بكلمك لمصلحتك. انت عايشة في مصر مش في الصعيد. في حاجات لازم تتعلميها ولازم تعرفيها وانا بعلمك. اولا، الطرحة دي مش لازم تلبسيها ابدا. تاني حاجة، انا هجيب لك هدوم من مصر. فساتين هتبقى جنان عليكي. انا هخليكي اجمل بنت في مصر. كتر خيرك يا عمي. شفتي قد ايه انا بحبك؟ بس ما تعيطيش. يلا يلا كلي بقى، كل دول. يا باي. يا سلام، على قدك بالمظبوط. بقى كل الحاجات دي عشاني؟ واكتر من كده علشانك. ربنا ما يحرمني منك يا عم. استاهل ايه بقى على كده؟ كل خير. بوسه من هنا وبوسه من هنا. ايه؟ مش عايزه تبوسيني؟ اقول لك الحق، مستحيل. طيب يا ستي، اغمض عينيا علشان ما تتكسفيش. اهو. دي اعز واغلى حاجه عندي في الدنيا. ربنا ما يحرمني من حنيتك يا عم. تعرفي، انا فرحان بيكي قوي ومبسوط منك. ربنا يبسطك كمان وكمان. بس تسمعي كل كلمه اقولها لك. امرك يا عم. بلاش يا عمي دي. ما هقول لك ايه؟
يا عم تاني. اروح بقى اقيس الهدوم. الف مبروك، الف مبروك يا روحي. حاجة تجنن. قليل الأدب، عمل إنه بيذاكر هذا، بيستغفرني. اقفلوا الشباك اللي عندكم. حاضر يا عمي. ما اكلتش اليوم مليح ليه؟ لازم الوكل ما عجبكش، من اولكش بكره تقول لي على نفسك تاكله. أنا عايز أكلك أنت. مسلوقه ولا مقليه؟ لا مسلوقة ولا مقلية، أكلك زي ما أنت كده. تجرجشني؟ أرقشك، آكل لحمك وآكل عظمك، ما خليش فيكي حتة ولو إيه واحدة. يا باي لما اكل قبل ما تجرجشني. أنا نعم نعم. لا ده في حاجات بتتلبس غيره، هبقى اشتريها لك. حاضر يا عمي. هناء اعملي حسابك، هنسيب البيت ده ونسكن في بيت تاني. امرك يا عمي. ده يريحك ويريحني. ايه رايك في الفيلا؟ ده احلى من دوار العمدة يا عمي. يا بوي. ايه مالك ايه؟ الراجل ده خوفني. راجل؟ ده مجاهد، انا جايبه مخصوص علشان يحرسكم ويخدمكم. ربنا يحرس الشباب. عجبتك اوضتك؟ قوي قوي يا عمي. احنا قلنا ايه؟ قوي قوي يا عمي. ايوه برافو عليك. دلوقتي انت توضبي شنطك وهنبتدي تعليم من الليله دي. حاضر. مش بس الكاف والجيم، في حاجات كتير لازم تتعلميها. حاضر يا عمي. انا هعمل منك هناء الجديده. سعيده يا حلوه. مع السلامة يا عمي.
بهي بهي تفتكري حاجة حلوة لما ابقى على فرنكا؟ قوي قوي. يا بهي 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 ضربة ضربة وجهي اهو. يا سلام يا بهي ضربة ضربة وجهي يا حبيبي. فتح عينك كويس، ما تخليش اي حد يقرب ناحية الفيلا، فاهم؟ حاضر. خصوصا الشبان المايعين دول، لو اي واحد منهم قرب ناحية الفيلا هقطم لك رقبته. برافو. ايوه يا احمد. قضية الاستئناف بكرة، تحب سيادتك اخرها في الرول ولا؟ لا، انا هاجي لك في الميعاد بدري في المحكمة. ما تستغربش، اللي هيتجوز لازم ينام بدري ويصحى بدري. سيادتك هتتجوز؟ اي جواز جواز جواز؟ طبعا جواز جواز. لا مش حضرتك كنت دايما تقول ان مفيش اخلاص في الجواز وان كل الستات؟ لا 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 لا، اللي هتجوزها حاجة تانية خالص تختلف عن كل الستات اللي عرفتهم. خام، قطة مغمضة. عارف يعني ايه قطة مغمضة؟ هي دي اللي انا هتجوزها. طيب، الكتاب ده مهم جدا، لازم تقريه من الجلدة للجلدة. الرجل بعد 40. يعني ايه؟ يعني الراجل لما يموت ويفوت عليه 40 يوم. لا لا، الرجل بعد 40 يعني بعد ما يقضي من عمره 40 سنة، يعني بعد 40 سنة من عمره. ايوه. افتحي ورجوه. يصبح الرجل كاملا ونافعا وناضجا بعد ان يتخطى 40 من عمره. ويتميز الرجل بعد 40 بقلبه الكبير. بقلبه الكبير، قاف. بقلبه الكبير. ايوه. ويتميز ايضا بالعقل والقوة. قلنا ايه بقى؟ مفيش جيم ابدا. قاف. قاف. بالعقل. بالعقل قوة. والقوة. ايوه، كملي. هو الاستاذ جلال عزل من الشقه اللي كان ساكن فيها؟ ما افتكرش، لو كان عزل كان قال. اصل حاولت اتصل بيه امبارح كم مره بالتليفون بخصوص القضيه، مش فاهم ليه ما اترفعتوش فيها، كنا كسبناها وخلاص. اطمن يا حسين بيه، اصل في شيء مهم ناقص في الموضوع، لابد من عمل تحريات مهمه في القضيه. ما تعرفش سيادتك شاهد الخصم ساكن فين؟ في مصر الجديدة. في شارع ايه؟ شارع الهواري. الهواري؟ هو شارع صغير في آخر مصر الجديدة ناحية الجبل. والبيت نمرة كام؟ نمرة 4 6 حاجة زي كده. عظيم. أنا هروح بنفسي وأدور على بيته. أصل الشاهد ده مهم جدا في القضية. وناوي تروح امتى؟ دلوقتي حالا. كده؟ هوصلك في طريق ناصر مروح. يا سيدي متشكر قوي. أنا متشكر قوي. اي خدمة يا السلام أستاذ. عليكم. مع السلامة.
كتر خيرك. العفو. تسمح؟ ايوه. البطة. البطة. سمع حضرتك. تسمح؟ اتفضلي. شكرا. العفو. سعيدة. سعيد. حضرتك بتبصلي كده ليه؟ انا؟ ما هو ايه؟ ما هو حضرتك بتبصيلي. انا؟ ايوه. عشان انت بتبصلي. اصلك حلوة قوي. انا اسف يا فندم، ما اقصدش. سعيدة. سعيدة. هو الحب عيب يا بهية؟ ده الحب جميل يا بهبه. يا مجاهد. هو الحب عيب يا بهية؟ يا مجاهد. اوعى كده. انت عايز مني ايه دلوقتي؟ بحبك يا بهية، بحبك يا بهبه. بتقولها من خشمك ولا من قلبك؟ والله العظيم من جوه قلبي. اذا كنت بتحب نصوح ولقيت نصوح اتجوز. اتجوزك انا يا روحي. عينك حصوة ملح راجل ما تختشيش. قال لي كل بحبك يا بهبه. الرجاله ما عندهمش خشي. طب والنبي انا جايه لسيدي قاسم بيه. يا بهية ست هاني اصل عاوزاكي في حاجه مهمه. رايحه على فين؟ هوريكي حاجه. تعالى. مفيش حد واقف قصادك على طول قدام باب الجن هنا. مفيش. بصي كويس بحلقي. ما انا بحلق اهو. مفيش حد. مفيش؟ ازاي؟ تعالي كده. يا خسارة. خسرت. أصله كان واقف قدام باب الجنينة. وبعدين كلمني. يا ابن الشم وقال لك ايه وقلت له قال لي بصلي. وبعدين قال لي انت حلوة قوي. هم الرجاله جرى لهم ايه اليومين دول؟ ما ضربتوش بالقلم ليه ولا فقعت دماغ؟ قليل الادب. حرام عليك يا بهي، هو مش قليل الأدب، ده مؤدب خالص. حرمت عليه عيش البعيد. وشكله ده قلنا شكله ده قد كده. لا قد كده. ومفتح ومسمسم. شعره اسود. لا تخين ولا رفيع. لا طويل ولا قصير. في حاجات كتيرة قوي مش عارفة هي ايه. يا دي المصيبه اللي طبلت وزمرت على دماغنا. ليه مصيبة ايه؟ اسمعي يا ست هاني، لو جه تاني الجدع المحمر المفتح المقشر ده ابقي نادينا على طول. هو هيجي تاني؟ وما خبرش. شيء جميل جدا. شيء جميل جدا يا استاذ. قول يا استاذ احمد، المذكرة اللي بتتقدم للمحكمة بتبقى مذكرة قانونية ولا مذكرة غرامية؟ يعني ايه يا فندم؟ يعني شوف اللي حضرتك كاتبه مثلا، إني ألتمس من المحكمة أن تنظر إلى المتهم بعين العطف والحنان، أن تقدر عواطفه الملتهبة، وأن
تشفق على قلبه الذي هاجمه الحب. الحب الذي يفاجئ الإنسان من نظرة أو إيه دي؟ بطة؟ بطة إيه يا أستاذ؟ اصل يا فندم الحقيقه وانا بكتب مذكره كنت جعان، فطبعا خالي سرح في بطه. ومحمرة ولا مشوية؟ صحية يا فندم. صحية؟ عايز تاكل بطة صحية؟ أحمد أنت مش في حالة طبيعية أبدا. ابدا يا فندم، ما فيش حاجه ابدا. مفيش إزاي؟ كاتب مذكرة قانونية كأنه روميو كاتبها لجولييت، وبدك تاكل بطة صحية وبعد كده بتقول لي مفيش حاجة؟ أحمد تكونش حبيت؟ انا يا فندم؟ وماله؟ الحب مش عيب أبدا، كلنا حبينا. حلو؟ أيوة كده يا أخي، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا فندم. الحمد لله اللي اتحلت عقدتك. اقعد واحكي لي. اسمها ايه؟ ما اعرفش. تعرفش؟ عملت ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجة ازاي؟ اصل يا دوب انا بصيت لها وبصيت لي وحسيت اني اتلخبطت. وبعدين؟ ايوه حسيت ان كل الناس بصوا لنا، بس حصل بينا كلمتين صغيرين. من فضلك اتفضلي، تسمح عن اذنك سعيدة يعني كلمتين كده. نمرة تليفونها ايه؟ ما اعرفش. ما تعرفش؟ اسمع يا احمد، اذا كنت ما انتش قد الحب ابعد عن طريقه دغري. الحب مش لعبة، لا. الحب فن، علم، خبرة. الحب معركة. معركة؟ معركة حربية، إما تنتصر فيها وإما تنهزم، والمرأة هي القلعة. فاهم؟ أيوة يا فندم، المرأة زي القلعة، وعلشان تنتصر عليها لازم تحاصرها، لازم تناقشها، لازم تهاجمها باستمرار لغاية ما تسلم سلاحها وترفع الراية البيضاء. حرب، قتال عنيف، عايز صبر وجرأة وإقدام. فاهم؟ جمد قلبك تاكل عسل وبعدين أخبارك أول بأول. حاضر. اجهز لك العشاء يا ست هاني؟ لا يا بهية، ما عنديش نفس. ارجع لك بعد حبتين لحبة عيني؟ لا يا بهية، مش جعان. الاكل بارد يا ابني، مش هتتعشى؟ ما عنديش نفس هنا، أنا خارج. خارج رايح فين؟ رايح القلعة. القلعة؟ أيوه. تعمل ايه دلوقتي في القلعة؟ أصل عندي شغل مهم جدا كلفني بيه الأستاذ. سعيد يا نينا. ربنا يوفقك يا ابني.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بحسك وصايم. مالك يا ضلاي؟ هي انا شفته. مين؟ شفته الراجل هو مين؟ الراجل مفتح اللي انا كلمتك عنه. مفتح؟ ايوه شفته واقف جنب السور، بصلي وضحك لي وعمل لي بدماغه كده. خابت في دماغه. تعالي معايا وريني المفتح الحليوه دي قليل الهدف. تعالي. هو فين؟ استني بصي من هنا وانت تشوفيه، تلاقيه واقف جنب السور. يا وجع مطيره. هو ده؟ ايوه هو. يا بختك يا هناكي. لسه واقف. ايوه امال واقف ومنور السور والشارع كمان. ما شاف ذمتك ده مفتح دي؟ ده لابس نضاره. ده زنقة مش. قلتلك مش هو. طب والله ما هو. تعرفي دوكها ايه؟ دوكها صغير وطلع له شعر. ما كانش واقف غيره جنب السور. لازم هو بس حلق شعره زلبطه. يا سلام عليك يا بهية، والله ما هو لازم دوكها مشيت على بطنه. عليك يا بهية. ملف قضية حسين بيه يا فندم اللي سيادتك طلبته. احمد، ده مش ملف قضية حسين بيه. متأسف جدا يا فندم. أجيب لك حسين بيه حالا. استنى عندك. قول لي بقى، انا شايفك ملخبط خالص. ايه اللي حصل؟ البطة نقرتك تاني؟ أبدا يا فندم مفيش حاجة. مفيش حاجة ازاي وانت حالتك متنيلة اكتر من الاول؟ قول لي حصل ايه؟ لا أصل امبارح رحت اتمشيت قدام البيت، وبعدين أول ما طلعت عملت لها بدماغي كده، فزعلت ودخلت على طول. عندها حق يا اخي. بقى تروح لها طويل طويل لحد البيت عشان تعمل لها بدماغك كده؟ طب احتف لها وردة، اكتب لها جواب، خبط على الباب يمكن تفتح لك وتكلمها. يا احمد انا فهمتك 1000 مرة، المرأة يعجبها المهاجم، مش اللي يروح لها لحد بيتها ويعمل لها كده. أصلها يا فندم هي مش ساكنة في شقة عشان أخبط على الباب، دي ساكنة في فيلا. فيلا؟ أيوة فيلا. فيلا زنزانة شقة كله محصل بعضه. تعرف لو حصلت الواحد ينط على السور ينط، يطلع على المواسير يطلع، المهم انه يوصل للهدف بتاعه ويرتاح باله وما يلخبطش في الدوسيات. عندك حق يا فندم. بس ايه؟ لو قابلتها يعني أقول لها إيه؟ انت مش بتقول انها حلوة؟ أوي أوي يا فندم. خلاص اتغزل في جمالها، في شعرها، في عينيها، في بقها، في مناخيرها. عايز تكسب المعركة؟ هاجم بسرعة، بوسها طوالي. أبوسها يا فندم؟ ايوه. واحب اقول لك حاجة يا احمد، أيوة. اذا استمريت على اللخبطة بتاعتك دي اصرف نظر عن الموضوع. هنا محل عمل، وانا احب اللي يشتغل معايا يكون صاحي ومفتح. مفهوم؟ أيوة يا فندم، صاحي ومفتح. انا كنت عايز منك ايه دلوقتي؟ كنت عايز حسين بيه يا فندم. لا. كنت عايز دوسيه حسين بيه. ايوه حالا. حاضر يا فندم. حاجة عجيبة على شبان اليومين دول، لا بيعرفوا يحبهم ولا بيسلموا من الحب. قبل ما اشوفك كانت حياتي ظلام في ظلام، واول ما شفتك حسيت ان القمر طلع ونور الدنيا، ومن ساعتها اترسمت في عينيا صورتك الجميلة، وبشوف بعين الخيال شعرك اللي كانت حياتي لونه، وعينيكي اللي تجمع فيها سحر هاروت وماروت، مناخيرك، لا بلاش مناخيرك دي، شفايفك اللي الورد بيغير منهم. انا عايز حاجة واحدة بس، عايز الله، انت خارج ولا ايه؟ ايوه يا نيم. رايح القلعة برضه؟ ايوه، اصل دي شغلانة جامدة خالص، دي عايزة الانسان الشجاع الهمام. ربنا يقويك يا ابني وينجح مقصدك يا رب.
عشان تستولى عليها لازم تحاصرها وتهاجمها باستمرار. لو حصلت ان الواحد ينط السور ينطه، لو حصلت ان الواحد ينط السور ينطه. لو حصلت يطلع على المواسير يطلع، مش يعمل بدماغه كده كده. قبل ما اشوفك حياتي كانت ظلام في ظلام، وبعد ما شفتك حسيت ان القمر طلع ونور الدنيا. ومن ساعتها اترسم في عيني صورتك الجميلة، واشوف بعين الخيال شعرك اللي حياتي كانت لونه. عينيكي اتجمع فيهم سحر هاروت وماروت. مناخيرك، قصدي شفايفك. عايز تكسب المعركة؟ هاجم بسرعة، بصها طوالي. ما تنساش ترمي على العربية لما تجرشها. حاضر يا بيه. أنا حبيتك يا أنا حبيتك يا هنا. وأنا أحمد. ازيك يا احمد؟ الله يسلمك. حبيت شعرك وعينيكي ومناخيرك وشفايفك. الحلوة فين؟ ست هاني؟ احنا عندنا حلوة غيرها؟ فوق في اوضتي، هطلع انده ليه؟ لا استنى، انا هطلع لها. طب يا سيدي.
مالك يا حلو؟ اصل يا عمي انا كنت واقفه، لا كنت بقلع، يعني كنت بغير وبعدين حضرتك دخلت. طمني خالص، انا ما شفتش حاجه ابدا. ما شفتش حاجه؟ الحمد لله. قولي لي بقى، ايه رايك فيني؟ حلو قوي يا عمي، حلو قوي. هتحلو اكتر لما تبقى في ايدي. دي عشاني؟ عشانك امال عشان مين؟ مبسوطه مني؟ مبسوطه قوي يا عمي، ربنا يخليك ويسترها معانا. ايه ده؟ كده حف؟ اهو. ايوه. طب هتعشينا ايه بقى النهارده؟ هعشي. طب اطلع بقى واغير هدومي وانزل على طول. لا انت كده عجباني، هو انا غريب؟ طب انا عندي مغص بقى يا عمي. مغص؟ ايوه. بعد الشر على الحلوين، اجيب لك دكتور؟ لا انا ما بحبش الدكاتره، انا لو طلعت فوق هرتاح. لا طب استني بقى، انا هجيب لك حاجه تريحك خالص خالص خالص. ده دواء، اول ما تشربيه دغري هتحس انك ارتحت. يا عمي انا ايه؟ ما بحبش الدواء ابدا، لو تسيبني اطلع فوق هرتاح على طول. بلاش الدواء، اجي معاكي فوق اوصلك. لا طب اخد الدواء بقى. وحش قوي الدواء. ايوه علشان يخفف بسرعه. معلش هشربه كله. تعالي هشربه ده كله يا عم. ايوه. قرية سلامة، فين العيش؟ عيش؟ ايوه. ايوه حالا اهو. اصل هنا في لخبطه شويه. وهي اللخبطة دي ما تجيش الا على دماغي. هي على دماغك انت وبس. على العموم ربنا يسهل لنا كلنا ويسترها معانا. سلام عليكم. انا طالعه بقى يا عمي. طالعه فين؟ هو حد هيطلعك الا انا؟ يا عمي سيبني انا في عرضك. المغص لسه حلو؟ لسه يا عمي. طب تعالي في حضني تعالي. لا يا عمي انا ما بحبش الحضن ده. ليه؟ انا عاوزه اطلع فوق، اصل انا برتاح فوق وبحب فوق يا عمي. لكن انا بحبك انت. بس يا عمي لو تسمع الكلام وتريحني ربنا يريحك. ليه انت مش مرتاحه كده؟ لا مش مرتاحه عشان انا بردانه يا عمي، عاوزه اجيب الشال. تجيب الشال؟ ايوه. امال بهية بتعمل ايه؟ هي تجيب لك الشال. بهية يوه. هات الشال لستك من فوق. تعالي. تاني. ايوه قمر واكتر من قمر. شربني تاني يا عمي. يا بهية خبريني يا ابويا علي جابني. بسم الله الرحمن الرحيم. مش حرامي والله. ايه في ايه؟ حرامي يا سيدي. حرامي فين؟ فوق الست هاني. مش الحرامي اللي ده الراجل اللي مفتح اللي انا كلمتك عليه. يا مسرتي يا راجل اتخرجت يا بهية. دلوقتي هيعمل فيه ايه؟ هيعمل ايه؟ هيكتب. قتلوا يا بهية قتلوا.
عمي اوعى تكون قتلته، اوعى تكون قتلته. هو انا لقيت حد علشان اقتله؟ الحمد لله. ايه كنت خايفه عليا؟ لا ما تخافيش ابدا. يلا عشان نتعشى يلا. لا انا اصل هستنى هنا عشان هغير وانزل على طول. لا مش كويس ابدا الاضطراب اللي انت فيه ده، خلي اعصابك جامده، مفيش حرامي خلاص قلت لك ايه. طيب يلا اللي انت عايزاه وانا منتظرك تحت، بس اوعي تتاخري. طيب. الحمد لله انك ما متش، اصل افتكرتك مت. ما متش، ربنا ستر، كنت متشعلق في الماسوره. تعبت. تعبك راحه. هو في راحه عاد؟ هنعمل ايه يا استهاني؟ هنفضل هناك؟ انا متاسف اللي سببت لكم ده كله، انما انا مستعد انط من البلكونه حالا. لا بعدين تقع تكسر رقبتك، لازم تنزل من على السلالم. لا اصل عمي قاعد تحت يشوفك. طب بقى ما فيش حته اخرج منها من هنا ولا من هنا ولا؟ لا ما فيش هنا الا اوضه عمي. لا استنى انا جاتني فكره. يا بهية. ايوه يا مجاهد مالك؟ سعادة البيبي يقول لك سخاني العشاء. حاضر. مش عايزة حاجة؟ أي حاجة. لا يا مجاهد كتر خيرك. استنى يا مجاهد. مجاهد ليه؟ حصل يظبطوا. يا مجاهد انا خايفه قوي يا مجاهد. ما تخافيش يا ست هانم، احنا وياكي. قول لعمي يطلع يتعشى هنا معايا. حاضر. وهات لي ترابيزه صغيره معايا. حاضر. بسرعه يا مثبت العقل يا رب. اسمع دلوقتي تروح جري على الاوضه اللي جنب الاوضه دي. اوضه عمك؟ ايوه ما تخافش، عمي ومجاهد هيطلعوا هنا على طول. اول ما يدخلوا الاوضه هروح سكت الباب، اول ما تسمع صوت الباب تروح خارج جري من اوضه عمي، وبعدين نازل من على السلالم جري، وبعدين خارج من باب الفخاني جري. تعالى بشوي. اسمع اوعى تكح ولا تولع النور ولا تنام. حاضر. ايه في ايه؟ عمي انا بعتلك عشان خايفه وعاوزاك تقعد جنبي. ما تخافيش ابدا يا حلوه، اقعد جنبك، واذا حبيتي انام جنبك في الاوضه. مجاهد حاضر. تعالى اعدل الترابيزه شويه. دي واحدة بس هساعد بهية في الأكل. انت حاطط الترابيزه قدام تيار الهواء، انت عاوز عمي ياخد برد ولا ياخد برد؟ اسمع الكلام يا ظلم، لما ستك تقول لك تعمل حاجه لازم تعملها. اعدل الترابيزه. حاضر. خدها على جنب شويه كويس كده؟ وكده شويه حاضر. وعليك شويه. حاضر. قد كده خايفه عليا؟ طبعا يا عم لازم اخاف عليك، هو انا ليا غيرك ولا ليا غيرك؟ انا هشوف لك تيار الهواء. عمي الحمد لله التيار راح. كده؟ مجاهد انت لسه واقف هنا؟ يمكن حضرتك تحب تجيب الترابيزة كده شوية ولا كده؟ لا لازم تنزل تجيب الاكل مع مجاهد. عرفت انا اجري يلا. لا طب حقه وحقيقي. راح الخوف ولا لسه؟ ما نمتش امبارح وحياتك، فضلت مشغول عليك لحد دلوقتي، واول ما افتكرت النمره كلمتك عشان اطمن على سلامتك. صدقيني لو قلت لك ان اول مره بدوق فيها طعم السعاده. ليه؟ لاني بحبك يا هناء، بحبك وهفضل احبك لحد اخر دقيقه من عمري. سكتي ليه؟ اتضايقتي؟ لا اصلي بسمعك، كلامك حلو. قول
كمان. يا ريتني اعرف اتكلم في الحب، كنت قلت لك امبارح وانا متشعلق في الماسوره. ما كنتش خايف على نفسي، كنت خايف عليكي، على اسمك وعلى سمعتك، اسمك الجميل اللي بقعد اقوله لنفسي كل دقيقه وكل ثانيه. انت غاليه عندي قوي. هي دي بتاعت البطة؟ ايوه. طيب هبقى اتكلم بعدين. اطلب منها ميعاد. لحظه واحده والله. عايز اقابلك، عاوز اقول لك كلام كتير. نتقابل بره طبعا. بتقول نروح فين؟ حته هتعجبك قوي. عشان ما تنسيش الميعاد، اسمعي وعدي. اسمعي وعدي ايه؟ أنا متشكر قوي يا أستاذ جلال. وعلى إيه؟ الشكر لجوزها المغفل. جوزها؟ دي لسه بنوتة يا فندم. كده؟ أيوه. يبقى الشكر للبقف اللي هي عايشة معاه. بهية. نعم. أنا جاية أساعدك يا بهية. ربنا المساعد يا استاذ، ريح ايديكي. تحبي أقشر لك توم؟ قشرته. ولا أخرط لك بصل؟ خرطته. بهية. نعم. أصل يا بهية أنا كنت عاوزاكي عشان عاوزة أخرج النهاردة الساعة 4. مع جاسم بيه؟ لا، مع راجل أحمد يا بهية. يخرب بيت النبوي، حسك عينك تعمل ايه؟ انت عايزه تودينا بداني؟ عايزه جاسم بيه يدبنا ويشرب من دمنا بالحفان؟ ليه يا بهية بقى؟ أنت مش بتحبي المجاهد؟ حب برص وعشرة طرش، انا مخصماه وزعلانه منه كمان. ليه بقى؟ لحد دلوقتي لا خطبني ولا طلبني، وكل ما اقول له هتخطبني ماتي يقول لي قدام شوي. أصل يا بهية كنت عاوزاكي إيه؟ تزحزحي مجاهد شوية من قدام باب الجنينة، على بال بس ما أخرج فركة كعبة كده وأرجع على طول. ها؟ لا قلت لك مخصماه. عليك يا بهية، إذا ساعدتيني هساعدك. صح والنبي يستاهل. صحيح. يعني هتخلي مجاهد يتقدم لي ويخطبني؟ خليه. اتفقنا. مليح. هتخرج الساعة كام؟ هخرج الساعة 4. هشوفك بكرة بقى إن شاء الله. هنخرج برضه؟ لا، هجيلك البيت مع والدتي يعني، أصلها عاوزة تشوفي، وأنت كمان لازم تشوفيه. مش واجب برضه؟ طبعا واجب.
تعرفي مين هيزورنا بكره بهي؟ مين يا ست؟ احمد. بتقول ايه؟ بقول لك احمد هيجي هو ووالدته، فهمتي؟ هقبلك بقى. مبروك يا ست، الف مبروك. عقبالك يا مجاهد لما تجيب امك وتيجي. يا رب كل اللي بيحبوا بعض يتجوزوا. يا حبيبتي عقبالي يا رب، عقبالي عقبالي. عمي اهلا. اهلا يا عمي، ازيك يا عمي؟ تعالي يا حلوة تعالي. أنا بقى عندي لك أخبار إنما مهمة خالص. انا كمان يا عمي عندي لك اخبار مهمه قوي قوي. طب قولي أخبارك إيه؟ لا قولها لي انت الاول. لا قولي أنت الأول. قولنا يا عمي، قول لي انت الاول. طيب إيه رأيك في الخاتم ده؟ ياه، كل ده؟ يا سلام يا عمي، ربنا يخليك. ده جنان، جنان قوي يا عمي. مبسوطة مني يا هناء؟ انا مبسوطه، بس عمري ما كنت مبسوطه زي دلوقتي يا عمي، ربنا يخليك. إيه رأيك في الجواز؟ الجواز؟ أيوة الجواز. أنت دلوقتي بقيتي عروسة وأمورة ولازم تتجوزي. إيه رأيك؟ رأي حضرتك يا عمي. تتجوزي؟ ما دام انت شايف كده يبقى خلاص. كل اللي أنا عايزه إنك تكوني سعيدة. أنا موافقة يا عمي إذا كان حضرتك موافق. على بركة الله. الجمعة الجاية نكتب الكتاب. على طول كده؟ أيوة. على مين يا عمي؟ على عمك اللي بيحبك من كل قلبه. ده مش معقول، مش ممكن. ازاي واحدة تتجوز ولي امرها؟ تتجوز عمها؟ أنا بقول له يا عمي، لكن هو يبقى ابن عم أبويا. مهما كان دي جريمة. ده زي ابوكي، محدش هيجوزك غيري. احنا الاتنين بنحب بعض. اوعي تستسلمي، الجوازة دي لا يمكن تتم. مع السلامة. مالك يا عم؟ ولا حاجة يا فندم. ولا حاجة ازاي؟ التليفون ده من البنت اللي انت بتحبها؟ ايوه يا فندم. حصل ايه؟ كنت هبعت والدتي عشان تخطبها، اذا بيها تتصل بيا وتقول لي ما تجيش، انا اتخطبت وهتجوز، وهاتي عياط. وبتعيط ليه؟ عبيطة. عبيطة ازاي يا فندم؟ وانت تبقى اعبط منها لو زعلت. ليه بس؟ سيبها تتجوز البقف اللي خطبها، وانت تمتع بيها على كيفك. انا يا استاذ ده اول حب ليا وكل امل ان اتجوزها واكون اسره ويبقى عندي اولاد. يبقى مفيش عندك غير طريقة واحدة بس، انك تخطفها وتهرب بيها وتتجوزها وتخلي اهلها قدام الامر الواقع. بكده تبقى انتصرت على الحيوان اللي عايز ياخدها منك. ولو تعرف حضرتك مين الحيوان ده؟ مين؟ عمها. عمها؟ اخو ابوها؟ لا يا ابن عم ابوها، انما ولي امرها. عم ابوها. اسمه ايه الحيوان ده؟ افتكر يا فندم اسمه قاسم. اسف. والبنت؟ هناء. كنتوا بتعملوا ايه ساعة ما كانت بتقابل الشاب ده؟ انا جايبكم هنا تعملوا ايه؟ مش علشان تحرسوا بنت صغيرة زي دي ما تعرفش تطيب من البطال؟ وانت يا سمجاهد كنت نايم على ودانك؟ والله وشرفك يا سعادة البيع انا لا اعرف حاجة ولا شفت حاجة. وانت يا ست بهية يا ناصحة يا اللي جايبك من البلد علشان تحرسيها، ما شفتيش حاجة؟ والله يا سيدي أنا والله العظيم انا هوديكم في داهية اذا ما كنتوش تفتحوا عينيكم. انا هوريكم، انا هربيكم. انا مستعد. انا ارفع راسك وكلميني. اذا نطقت الصدق انا هسامحك، انما اذا كتبتي انا هجيب خبرك. عرفتيه ازاي؟ انطقي. عرفت مين؟ احمد. أحمد؟ لا. ايوه. لا. ايوه ولا لا؟ انطقي. أيوه. شعبط على المواسير. شعبت. نط في البلكون. دخل الاوضه هنا. حصل ايه؟ انطقي. ايه اللي حصل؟ قرب مني وباسك. مسكني. باسك ها؟ لا بس ايدي، لا بس خدي. كدابة كلامك. ايه اللي حصل؟ خطف مني بوسه وحسيت ان الدنيا لفت بيا، وبعدين
تسيبيه يعمل كده؟ ازاي تسيبيه يعمل كده؟ ما كنتش دريانة بنفسي. ما تعرفيش ان دي حاجة عيب؟ ما تعرفيش ان دي حاجة ما تصحش ابدا؟ عارفة غصب عني، دي أول مرة تحصل، دي أول مرة. كل ده يجرى وانا مش داري. انما مفيش حاجة بتستخبى. الكلب فضحك فيه كل حتة وجم قالوا لي الولد ده بده يخدعك، عايز ينال منك غرضه بعد كده هيسيبك. لو كنت في الصعيد كانوا ذبحوكي وانا من حقي ان انا اذبحك، فاهمة؟ انما انا هسامحك لحاجة واحدة بس، ان عينيك مغمضة وانك على نياتك. انما تفتحي عينك كويس قوي، حسك عينك هو ولا غيره هو بناحيتك. مفهوم؟ مفهوم؟ القضية كسبانة 100%. ربنا يسهل. مع السلامة يا فندم. الله يسلمك. في الحقيقة أنا مش عايز أأجرها. أصل كان في شغلانة بيني وبين الراجل اللي كان ساكن فيها، ومش عارف عزل راح فين. ما تعرفش سيادتك؟ متشكر أوي. خلصت مذكرة النهارده يا أستاذ أحمد؟ دلوقتي حالا يا فندم. ما أنت شايف إنك اليومين دول مهمل شغلك؟ وقت الشغل للشغل وبس. متأسف يا فندم. أصل الحقيقة الحكاية دي شغلاني أوي. أنا من رأيي بقى إنك تنسى البنت دي وتنتبه لشغلك وبس وبلاش قلب الدماغ. بشرفك يا فندم، الراجل ده صعبان عليا أوي. صعبان عليك؟ ليه؟ بكرة كل الناس يضحكوا عليه. زي سيادتك ما بتضحك على الأزواج المخدوعين اللي متجوزين ستات من غير حب. وناوي تعمل إيه؟ هقلب الدنيا عليها لحد ما الاقيها، وحدي للراجل ده درس في الحياة. الحياة اللي كتير من الناس مش فاهمين انها مبنية على الحب والتفاهم مش القوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. انت فاكرني؟ انا المحامي اللي جيت هنا من مدة. يا فاكر الجو يا أستاذ. ما تعرفش والله سكان الفيلا دي عزلوا راحوا فين؟ عزلوا فين؟ أنا سمعت سواق اللوري اللي كان عم بيشيل العزال بيقولوا إنهم رايحين المطرية. ما تعرفش شارع ايه؟ لا ما خبرش، أنا صحيت من النوم على هوسة العزال وما سمعتش غير المطرية. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلك الأستاذ قاسم ساكن هنا؟ الأستاذ قاسم؟ أيوة عم الأنسة هناء. والله اللي ساكن هنا الأستاذ كرياكو أبو الأنسة ماريكا. متشكر. العفو. البنت اللي جت من الصعيد مغمضة علمتها ازاي تتكلم وازاي تلبس وازاي تعيش لحد ما بقت وردة جميلة. عايز يخطفها مني؟ محدش هيخطفها غيري، دي وردتي أنا. أنا اللي عملتها وعملتها لنفسي مش لأي حد تاني. كل خير يا بيه. ساعة ما جيت انا وزناتي قاعدين جنب الباب، محدش جه ناحية البيت ابدا. فتح عينك كويس. حاضر يا بيه. ماشي يا نور النبي. نعم يا سيدي. ست فين؟ فوق. الأكل جاهز؟ جاهز يا سيدي. طب ادعي الهوا. حاضر. سيدي جازم بيه عايزك.
الله كلي. هاكل. انا تفهميني كويس، انت لسه صغيره وما تعرفيش مصلحتك فين. انا مسؤول عنك يا هناء، انا ليا الولايه عليكي. انما ما تخافيش، انا مش هستعمل معاك الشده ابدا لانك ما تخونيش عليا، عشان انا بحبك يا هناء، بحبك. انا اقدر اجيب لك كل حاجه، انما الولد التافه ده مش هيقدر يجيب لك حاجه ابدا لان ما حلتوش حاجه. ايوه معاك يا مير. ها؟ ضربت لي تليفون في الشقه كتير وما كانش في حد بيرد. وفي كل مرة التليفون يرن ومحدش يرد. انت ايه عزلت؟ لا اصل كنت مشغول في موضوع مهم جدا وكان لازم اعالجه بمنتهى الحكمه. لا الشغل طبعا شغل. هاي غلطه وقعت فيها، انما الحمد لله صلحتها في اخر لحظه. هنيني يا استاذ، هنيني. اهنيك على ايه؟ خلاص لقيتها. هي ايه اللي لقيتها؟ انا وعدتك ان هلف الدنيا حته حته لحد ما الاقيها. اخيرا عرفت ان الحيوان اللي عايز يتجوزها خدها وهرب على المطريه. عرفت ازاي؟ انا اولا عرفت انهم راحوا المطريه وبس، بعد كده لفت لك المطريه حته حته وبيت بيت، وبعدين لمحت العجل البواب بتاعهم، عرفت البيت اللي هم ساكنين فيه. ايه رايك فيا بقى يا استاذ؟ لا ده انت حاجه في منتهى العظمه. تشكر. وناوي تعمل ايه؟ والله انا فكرت كتير، لقيت ان اسلم طريقه اروح اخطبها من عمها بالذوق. قبل ما قبلش هو الجاني على نفسه. اتصلت بيه امتى؟ عارف العنوان الجديد ازاي؟ ما اتصلتش بيه ولا شفت. انت كدابه. تنفذي كل اللي بقوله لك، انا هبعتك البلد هناك عشان يخلصوا عليك. يعني عايز نعمل ايه؟ الكلب ده هيجي لك هنا ليلادي، انا هخليك تقابليه علشان تفهميه انه غشاش، انه بيجري وراك علشان يختارك وتطرديه. ما تخليهوش يعتب هنا ابدا ولا يتصل بيكي. اذا ما كنتيش تنفذي ده انا هوديه في داهيه، هلفق له جريمه، هقتله. ايوه يا مجاهد، يا فندم وصل. فين؟ واقف في الجنينه مع سناتي. طب خليه يجي وخليك انت جنب البوابه. حاضر. ما تنسيش هعمل فيه ايه. اتفضلي. جاي هنا ليه؟ عايز ايه؟ هناء. ما تحاولش تكلمني، ما تحاولش تتصل بيا تاني. انا هناء؟ ايوه انت كنت بتضحك عليا، كنت بتخدعني عشان انت غشاش. مش عايزه اشوفك. طب وبتعيطي ليه؟ بعيط على اليوم اللي عرفتك فيه. دلوقتي اتفضل اطلع بره.
عايزك وقد ايه ما اقدرش استغنى عنك ابدا. بكره هجيب المأذون يكتب الكتاب. قران مبارك ان شاء الله يا ابني. الله يبارك فيك يا استاذ، اتفضل. اهلا وسهلا، مبارك يا سيدي. الله يبارك في عمرك. جعله الله قرانا ميمونا. متشكر قوي. اتفضل يا استاذ. الشاهد الثاني على عقدي فين؟ موجود تحت اعجب زناتي. طب اندهله لو حاضر. هل سيعقد القران الان في الصباح؟ ايوه يا استاذ، لاننا مضطرين نسافر الظهر. على بركه الله. نتوكل على الله. ثانية واحدة هجيب العروسة. مستحيل، مش ممكن اتجوز. ساعديني يا بهية، خلصيني منه، اعملي معروف. ولا اقدر اعمل ايه يا استهاني؟ العين بصيره واليد بصيره. الله، لسه ما لبستيش يا روحي؟ يلا اوام البسي فستانك، ده المأذون مستني تحت، وبعد ما نكتب الكتاب هنروح على الصعيد نقضي شهر العسل. يلا اوام البسي وحصليني. يلا يا نضر البسي الفستان. مش هلبسه، مش هتجوزه، مش نقدر. العروسة جاية حالا. اهلا وسهلا. الشاهد التاني يا سعادة البيه. اسمك ايه يا سيدي؟ حنفي. مجاهد. نعم. قول البيات جاهز الشربات. حاضر. تشكر يا سيدي، ربنا يتمم بالخير. سايق عليك النبي يا استهانة تلبس الفستان. انا خايفة لا جاسم بيه يزعل مني. ابعدي عني يا بهية، مش قادرة اشوفه. هي ايوه يا مجاه. قاسم بيه بيقول لك حضري الشربات. حاضر. بهية تسيبنيش لوحدي، انا خايفة. غصب عني يا ست هاني، انت عارفة ان انا ما ردلكيش طلب ابدا، لكن اعمل ايه؟ ما باليد حيلي. امتى هنشرب شرباتنا يا بهبه؟ اسكتوا النبي يا مجاهد، احسن انا زهقانة وطهقانة وروح كراتيف مناخير. دي ما انا عارف. عارفة. عايزه تبقى عروسه. عروسة؟ عرسة تطبخ في زمارة رجاء. اجري هات كوباية الشربات، اجري يا اخوي. عينيا هوا. واين الشاهد الاخر؟ موجود. يا مجاهد. مجاهد. تعال انا عايزك اهو. هي. نعم انت يا ايه؟ سيدي. طرصة مش سامعاني؟ انا يا سيدي. بدهلك مش بترد ليه؟ نعم. تعال. عايزك اهو. خدي بقى دول علشاني. انا؟ ايوه. وعايزك تكلميها وترسيها. دي بنت صغيرة وعايزة اللي يعلمها ويفهمها. حاضر. في مجاهد امال. في اوضة الصبح. يا مجاهد. يا مجاهد. راح فين دي؟ مجاهد. مجاهد. عبيد انت فين؟ انا عايزك. حاضر. المسؤول عايزك. حاضر. ست هاني. ست هاني. هي دي المصيبة اللي طبلت على دماغي كده هي. سيدي جاسم بيه. سيدي. الحقني يا سيدي. الحق يا سيدي. الحق يا جاسم بيه. الحقني يا سيدي. ست هاني دافع على نفسها بالمفتاح ومش راضية ترد واصل. تعال جاي. اكسر الباب. حاضر. حصلت العروس. ما جراش واسم، العروسة دايخة ورايحة اجيب لها دكتور. الحق يا زلاتي. الحقيقة. سيد البيه
عايزك فوق، عم ينده عليك من الصبح. ليه؟ مجاهد ما قدرش يكسر الباب لوحده، وسيدي عايزك تساعده بقوتك. اجري على فوق جزماتي، اجري. طيب. اجري على فوق جزماتي. ايه اللي خلاك تسيب الباب وتجري؟ ما هي اللي كانت ساعتك طالبني. أنا اتفاجئت بالمسرح. عمرك هيخلص عليا. أنا ماليش ذنب يا سيدي. هربت منكم يا مغفلين يا رهايب. افتحوا الباب. حاضر. قول لي من فضلك. نعم يا فندم. ما شفتش واحده لابسه فستان اسود وعلى راسها شال اسود؟ ايوه مشيت من الناحيه دي. ما تفتح، عاوز تقتلني؟ كلك وبور حليق. معلش عينيك اللي زي البقر دول بتعمل بيهم ايه؟ بتشوف بيهم ولا بتشم بيهم؟ شمك تعبان يجي بخبرك. هي لازم راحت له البيت. انا هبلغ البوليس. اقدر اتكلم في التليفون من فضلك؟ اتفضلي يا فندم. الو. احمد، الحمد لله اللي لقيتك. هناء، مش معقول. بتقول ايه؟ انا زعلت منك؟ انا عمري ما ازعل منك. انا برضه فهمت ساعتها انهم لازم يكونوا ارغموك على انك تقولي لي الكلام ده. انت فين دلوقتي؟ انا دلوقتي في شارع. الشارع ده اسمه ايه من فضلك؟ شارع الحريه يا فندم. شارع الحرية. المحل اسمه ايه؟ نونو. شارع الحرية محل نون. طيب انا جاي لك باسرع ما يمكن. هربت من البيت قبل المأذون ما يكتب الكتاب. هما دلوقتي بيدوروا عليا، ولو عملت كده انا هاخدك على البيت عند والدتي ونجيب المأذون ونكتب الكتاب. اركبي. استاذ احمد شاكر ساكن هنا؟ ايوه يا فندم، في اول دور. تعال. ايه الحكايه؟ ايه يا ترى؟ ده بيسأل على الاستاذ احمد. استاذ احمد شاكر المحامي؟ ايوه. يا ساتر يا رب، في ايه يا ابني؟ من فضلك الاستاذ احمد موجود؟ لا مش موجود، ده خرج. في حاجة؟ متهم بخطف بنت قاصر. يا مستي، مش معقول. ده احمد ابني زي الملايكة، ده يختشي
طلعش من خياله. على العموم عندنا امر بتفتيش البيت. طيب يا ابني اتفضل فتش. يا استاذ احمد، في حاجه يا استاذ محمود؟ في ضابط بوليس كان بيسال عليك دلوقتي، طلع الشقه فوق. متشكر. العب. اركبي. هنروح فين؟ على المكتب. ده امام مكان نتجوز فيه. هنلاقي الاستاذ هناك هو اللي هيساعدنا. ارجع يا اسطى. وهنا بقى مفيش حد هيقدر يقرب لك ابدا. عن اذنك بقى. احمد ما تسيبنيش هنا لوحدي، انا خايفه. خايفه من ايه؟ هروح اجيب المأذون وارجع لك على طول. طب ما تغيبش عليا. حالا. على فين يا استاذ؟ الحمد لله، ربنا بعتك في الوقت المناسب. هناء هنا. هناء هنا؟ ايوه في مكتب حضرتك. تصور الجبان كان عاوز يتجوزها النهارده بالقوه. انا جبتها هنا عشان تبقى في حمايه حضرتك. لا اطمن. عن اذنك بقى، انا هوصل اجيب المأذون حالا. البركه في حضرتك بقى. لو فتحت بقك هقتلك. كمان بتهربي مني بعد كل اللي عملته لك يا مجرمه. انت هترجع معايا على الصعيد حالا دلوقتي. لا هنتجوز هناك. لا يا عمي لا. هنتجوز هناك. لا يا عمي لا. لا والنبي يا عمي لا. لا مش ممكن ارجع. لا انت سلامات يا قاسم بيه. ايه ده انتوا مين؟ عبد الراضي يا حضرة الافوكاتو اللي جيت لك عشان تتوسط للواد يخش الجامعة فدخلته الخانكة. ايه رأيك؟ انا كنت هناك وطلعت عشية بس. وعايز ايه؟ يا تروح الخانكة يا طخك عيارين. ايه ده انت مجنون؟ وساب الجناني في الاوراق الرسمية. حموتك ومالكش عندنا دية. عبد الراضي عبد الراضي استنى شويه. اثبتي مكانك. اقلع هدومك. هتروح الخانكة بالفانيلا والسروال. انا هجيب لكم النيابه حالا دلوقتي. خليكي بعيد يا ابني. اقلع هدومك. احمد الحق هيموت واحد يا ابو بلوزه. وجلال بيه ذنبه ايه؟ حاسبوني انا. اتفاهموا معايا انا. انت مين؟ قبل ما ارد عليك رجع مسدسك. البوليس يا جلال بيه. خليك انت يا احمد. اتفضلوا. هستلمنا للبوليس يا حضرة الافوكاتو. اتفضلوا. جايين يهددوا استاذي اللي مربيني اللي ملوش ذنب. انا كان نفسي يكون عمك هو اللي اتقبض عليه. نفسي اعرف هو فين. انت عارفه كويس. انا عارفه؟ مين؟ عارفه كويس قوي. مين يا هناء؟ استاذك اللي مربيك هو ده يبقى عمي وهو ده يبقى جلال بيه. دلوقتي بس عرفت هنا. احمد خبيني، خدني قبل ما يجي على طول. انقذني منه يا احمد، انا خايفه. وحقك عليا يا عبد الراضي ولا لسه عايز تاخد بطارك مني؟ سليمة يا جلال بيه. سليمة. مع السلامه. الله يسلمك. مع السلامه. ايوه يا حضره الضابط. انا خايفه ما تسيبنيش هنا. خدني معاك يا احمد، خدني معاك ما تسيبنيش. فين المأذون اللي نزلت تجيبه بسرعة؟ ما بتردش ليه؟ فكر كتب الكتاب يكون في البيت أحسن. أنا هكون
يخليك يا عريس. الو.